بعد فيديو البروسيسد فود اكتر سؤال جه كان عن البسطرمه، ويا ترى هي صحيه ولا مضره؟ تعالوا نقول ايه هي البسطرمه. البسطرمه عباره عن لحمه حمراء عادي جدا، ولكن متبله بتوابل كتير قوي، كزبره، حلبه مطحونه، فلفل، توابل كتير قوي 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 قوي، وملح كتير جدا جدا جدا، ومواد حافظه. طريقه تصنيعها تتبيل ثم تمليح ثم تدخين. ايه مشاكل فيها كتغذيه؟ اول حاجه الملح كتير، المواد الحافظه تعتبر الترا بروسيسد فود، بالذات لو فيها مواد حافظه كتير. عندنا بقى مشكله لو كلنا منها كتير، عشان كمان صحه القولون او سرطان القولون. اكتر بقى سؤال جه كان على الكيتو، يا ترى البسطرمه في الكيتو تبوظه؟ لا، البسطرمه كيتو فريندلي، بس هي مش هتبوظ الكيتو لكن هتبوظ صحتك. واخيرا السؤال الاكثر اهميه، طب يا دكتور لو عملنا البسطرمه في البيت؟ لا، لو عملناها في البيت هتكون معقوله واقل ضررا، ولكن برضو هناكل منها باعتدال. فالبسطرمه بتاعت بره الترا بروسيسد فود او حتى بروسيسد فود، لكن بتاعت البيت كميه معقوله ومش كتير هتعدي.